هي صاحبة أشهر جملة السواري صدمتني يا سي السيد. الفنانة آمال زايد ممثلة مصرية معروفة، اشتهرت بأداء دور الأم الطيبة خاصة في أبرز وأشهر أدوارها دور الست أمينة أمام الفنان الكبير العملاق يحيى شاهين. سي السيد ثلاثية نجيب محفوظ. فنانة آمال زايد من عيلة فنية، شقيقتها الفنانة جمالات زايد، مطيع زايد، محسن زايد، ابنتها الفنانة عالي زايد. ولدت الفنانة آمال زايد في 27 سبتمبر 1910 والوفاة 23 سبتمبر 1972. بدأت حياتها الفنية هي في سن العشرين، التحقت بالفرقة القومية 1937 مقابل مادي 3 جنيه في الشهر. شاركت أيضا في تلك الفترة في المسلسل الإذاعي عيلة مرزوق أفندي من خلال الإذاعة المصرية. شاركتها أيضا في هذا العمل شقيقتها الفنانة جمالات زايد، ودخلت السينما في سن 29 سنة. في سنة 1939 شاركت في فيلمين هما بائعة التفاح ودنانير بطولة الفنانة أم كلثوم سيدة الغناء العربي. في نفس العام جوزت آمال زايد من ضابط جيش عبد الله المناوي، وهو أحد ضباط الأحرار الذين شاركوا عبد الناصر في القيام بثورة يوليو 1952. اعتزلت الفنانة آمال زايد الحياة الفنية سنة 1944 ولمدة 15 سنة، ذلك لتتفرغ لأسرتها حياتها الأسرية وأولادها. انجب مع آمال زايد 4 أولاد، محمد ومهجة وماجدة ومعالي. اعترفت معالي زايد ابنتها التمثيل، جابتها سنة 1953. أصبحت معالي زايد ممثلة شهيرة فيما بعد. أخذت معالي اسمها الفني معالي زايد عن أمها. عادت آمال زايد بعد انقطاع طويل بفيلم من أجل حبي مع الموسيقار فريد الأطرش، وبعدها بعام شح المخرج حسن الإمام للقيام بأشهر أدوارها على الإطلاق في فيلم بين القصرين اللي قامت فيه بدور أمينة أم الطيبة والزوجة المستكينة أمام العملاق الكبير يحيى شاهين زوج المتسلط والمسيطر الرائعة نجيب محفوظ. قدمت أيضا أدوار متشابهة في الفيلم الشهير شيء من الخوف، قصة ثروت أباظة أمام الزوج محمد توفيق، وابنتها كانت فؤادة قامت بدورها دلوعة السينما المصرية الفنانة شادية. قدمت خلال مشوارها الفني 32 مسرحية، ذلك بجانب الحلقات التلفزيونية والإذاعية. قضت أيضا آمال زايد تجارب كوميدية في فيلم آخر جنان سنة 1965 بطولة أحمد رمزي. سنة 1968 قدمت آمال زايد دور أم الفنانة شادية في فيلم عفريت مراتي مع صلاح ذو الفقار، لكنها لم تشتهر في هذه الأدوار زي ما اشتهرت اختها الفنانة الشهيرة جمالات زايد. ظلت آمال زايد تعرف بالأدوار الجادة. كان آخر أفلامها فيلم الحب الذي كان، توفت قبل عرضه هي في عمر هذا 62 عام 23 سبتمبر 1972. آمال زايد الأم المغلوبة على أمرها. دور الأم دور أمينة أصبحت حديثة لي وحبيسة لي، وقتلها الحزن على بنتها. ارتبط اسمها في الأذهان بشخصية الأم الطيبة البسيطة والزوجة المطيعة المقهورة اللي بتطيع جوزها طاعة عمياء. بالرغم من أن الفنانة الكبيرة آمال زايد كانت تمتلك العديد من القدرات الفنية والقدرة على التنوع في الأدوار، إلا أن فرصتها في الحياة وفي الفن حالتها أسيرة وحبيسة في شخصية الست أمينة. رغم من أنها لديها القدرة على التنوع والإبداع وإبهار المشاهدين، لكنها لم تنجح أبدا، لم تتيح لها الفرصة الكافية للخروج من هذه الشخصية. كم برعت الفنانة آمال زايد في تجسيد شخصية أمينة في فيلم بين القصرين وقصر الشوق. أبدعت في تقديم دور أم فؤادة في فيلم شيء من الخوف. اختلفت تماما عندما قدمت شخصية الأم بشكل كوميدي في فيلم عفريت مراتي مع شادية وصلاح ذو الفقار. قالت عنها بنتها موجة المنياوي: أمي ظلت لمدة 14 عام بعد اعتزالها قعدت في البيت زوجة وأم فقط، لم تكن مثل الأدوار التي جسدتها، فهي كانت نموذج للمرأة وللأم الحنونة وحاسمة في نفس الوقت. في نفس الوقت كانت محوطة علينا لأننا كنا 3 بنات وولد. وأضافت: أمي كانت رافضة دخول حد من ولادها انه يدخل مجال الفن. كانت عندي ميول فنيه، ولكنها كانت حريصه جدا على اننا نكمل تعليمنا وناخد شهادات عليا. وعند دخول معالي شقيقتها لعالم الفن، قالت معالي: وقت وفاه ماما كانت طالبه في كليه الفنون، دخلت المجال الفني بعد وفاه امي. اخذت اسم زايد ان عائله ام زايد كانت قبيله فنيه كبيره. كشفت مهجه ابنه الفنانه آمال زايد ان والدتها قتلها الحزن بعد وفاه ابنتها ماجده اللي كانت طالبه في كليه الطب. لم تتحمل الام الصدمه، قتلها المرض والحزن بعد وفاة ابنتها بشهرين فقط. رحم الله الفنانة الكبيرة آمال زايد والفنانة معالي زايد والفنانة جمالات زايد، ربنا يرحمهم جميعا، نتغمدهم بكامل الرحمة والمغفرة. فنانة جميلة قدرت ان هي تمثل دور الأم المصرية الطيبة اللي بتحافظ على أولادها تعلمهم تعليم عالي. الفنانة آمال زايد من الفنانين المنسيين، نتذكرهم اليوم، ندعو لها بالرحمة والمغفرة. دي كانت قصة الفنانة آمال زايد. عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، أختكم محتاجة دعمكم، بتمنى منكم مزيد من الدعم. اترككم في رعاية الله وأمنه وأمانته. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.